قدم إبراهيم دياز أداء مميز في مباراة اليوم ضد منتخب أنغولا، حيث تميز بتحركاته الذكية والجميلة وقدرته على التحكم في الكرة وربط خطوط الفريق الوطني المغربي. تحرك إبراهيم بذكاء بين خطوط الفريق مما ساعده على خلق فرص هجومية. استخدام دياز مهارته الفردية والجماعية في التمرير لإصهار الكرة إلى زملائه في الفريق إلى أفضل الأماكن. أظهر دياز على التسديد من بعيد، حيث سدد كرة قوية كادت أن تسجل هدفا للمنتخب المغربي. ساهم إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي بتمريرة حاسمة، دون أن ننسى كذلك إلياس بن صغير الذي قدم مستوى جيد جدا. أعطى كرات